تالتة ثانوي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة دايما. سؤالين نمبر 2 ونمبر 3 من الأسئلة الحلوة قوي قوي وجاية من نماذج الاسترشادية، فقلت أحلها معاك. بس سؤال من الأسئلة الحلوة قوي وهقول لك ليه. بص يا سيدي، بسم الله. working till 10 p.m. العمل لحد الساعة 10 مساء. طبعا p.m. يعني مساء. wasn't a problem، مش مشكلة. طيب تمام. I space late. I did it in my last job too. ده أنا نفذت الموضوع ده في شغلانتي الأخيرة برضه. شوف أنا ترجمتها لك إزاي، أقولها لك تاني وهتفهم قصدي ليه. working till p.m. العمل لحد الساعة 10 مساء. ماله يا سيدي؟ wasn't a problem. يعني إيه wasn't a problem؟ ما كانش مشكلة بالنسبة لي. أول حاجة wasn't a problem the past، وديد هنا the past. يعني كلمة I'm used to finishing ما تمشيش معاك. خلاص كده تمام. طيب تعالى ندخل على اللي بعديها. I have used to finish ما تنفعش. ايه I have used to finish دي؟ ما تنفعش معاك يا صاحبي. بقى معايا I used to finish و I used to be finishing. طيب تعالى واحدة واحدة. أنا بقول لك أنا اتعودت إني أنا أشتغل لحد الساعة 10، ودي مش مشكلة بالنسبة لي لأني أنا اتعودت على الموضوع ده قبل كده. شكرا يا مستر. حضرتك بتقول اتعودت أهو، اتعودت على فعل، كنت متعود تعمل فعل، يبقى used to يا حبيب قلبي. سؤال ممكن من سهولته تحله غلط. تخيل والله العظيم زي ما بقول لك كده، سؤال ممكن من سهولته تحله غلط. يبقى الإجابة إيه؟ used to finish. خلاص كده حبيب قلبي. طيب اللي بعديها بسم الله نمبر 3. before space glass bottles. طبعا كلمة recycle اللي عمالة تتكرر في كل واحدة من دول معناها إعادة تدوير. طيب قبل إعادة تدوير الجلاس bottles الإزاز are thoroughly washed، يعني بتتغسل بالكامل. and the labels يعني ايه؟ العلامات، اللزق اللي هي مثلا دي بتاعت شركة كذا، دي بتاعت شركة كذا، هي دي اسمها labels. are removed بتتشال. ايه الإجابة تبقى ايه؟ بص يا حبيب قلبي، صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. before اما تحط بعديها verb يبقى plus ing على طول. اعرفها الرول دي. خد بقى التانية، مش before بس حبيب قلبي، وafter كمان. لو هتحط بعديها verb على طول من غير أي subject يبقى ing. هو أصلا في قبل كلمة recycle في كل واحدة من دول في subject؟ لا. طب ما مستر اهي it recycles. طب بالراحة كده يا حبيب قلبي، قبل it recycles هي مين اللي recycles؟ أولا it ما تنفعش، أنا بتكلم على bottles كتير، دي رقم 1. رقم 2، لو افترضنا إن it دي بتتكلم عن البوتل، هي البوتل هي اللي بتعمل إعادة التدوير، ولا في ماكينة بتعمل إعادة التدوير، ولا في شخص بيعمل لها إعادة التدوير؟ يعني الجملة باسيف، فدي ما تنفعش. طب تعالى نمشي بقى بالرول اللي المستر قايلها. ايه هي؟ ان بعد بيفور حضرتك بتحط ايه؟ ing. طب انهي واحدة من دول؟ دي ما تنفعش ريسايكل، اتبقى لي being recycled واتبقى لي recycling. انهي واحدة؟ الطبيعي ان انا بحط ing، صح ولا لا؟ بس انا لو حطيت هنا وقلت ريسايكلينج معناها بعد اعادة التدوير، لا، بعد ما تم اعادة تدويرها. الجملة دي باسيف. يبقى ليه دي باسيف؟ لاني انا بتكلم عن البوتلز، هي البوتلز اللي بتعمل التدوير؟ لا يا مستر، ده بيعاد تدويرها. بص في الاخر قال لك ايه؟ are removed. حتة جملة في الجون، عايزة عيال مركزة. الإجابة هتبقى being recycled لأن دي باسيف، بعد لما يتم إعادة تدويرها بالكامل thoroughly washed and the labels are removed، والعلامات بيتم إيه؟ مسحها. ركز فيها الله يكرمك لأن سؤال حلو قوي، سؤال مهم جدا جدا جدا. خلاص كده حبايب قلبي، بس بالتوفيق إن شاء الله. سلام عليكم.